السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. لو أول مرة تشوفي قناتي أعرفك بنفسي، أنا صافي من قناة ملكة في بيتك. إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم في أي وصفة جديدة. هنعمل مع بعض هرسة الشطة ومعلقة واحدة بس هتحتفظي بيه طول السنة. صلي على رسول الله وندخل على الفيديو على طول. طبعا هنا معايا الفلفل مغسول كويس وحطاه في مصفى كده ينشف شوية. مبدئيا انا كنت عاملة هنا في الكبة وما كنتش هصور الفيديو، بس افتكرت ان انا ما عملتش هريسة الشطة قبل كده على القناة. هنبدأ بقى كده نفرم الفلفل، وطبعا بقطعه، ما بحبش احطه سليم عشان ما يتعبنيش في الكبة. الكبة دي يدوية مش كهربائية. انا عندي الكهربائية واتسألت عليها قبل كده، هعمل لكم عليها ريفيو ان شاء الله. هبتدي طبعا اقطعه كده بالطريقة دي عشان يسهل معايا. خلي بالك كويس جدا لو معاكي بيبي او حاجة، خلي بالك عشان الفلفل هيكون حامي. اغسلي ايديكي كويس جدا. هنبتدي بقى كده نفرم، وهجيب اي حاجة عندي اشيل فيها. العلب بتاعة التلاجة تكون ناشفة جدا، ما يكونش فيها مية خالص. طبعا الحاجات دي لازم نهتم بيها كويس جدا عشان البنات اللي لسه متزوجة جديد او مش عارفة بقى الوصفات او الحاجات دي. يعني لو حد شافني يبقى عارف وبيسمع الفيديو عارف احنا بنعمل ايه بالظبط. وربنا يحفظ الجميع يا رب ان شاء الله. وطبعا كده بقى بنبتدي نخلص بقى كل الكمية اللي معانا بنفس الطريقة. بس احب اذكرك انك تصلي على رسول الله. الفلفل طبعا الايام دي حلو جدا، حاجة الشتاء جميلة قوي ما شاء الله. كده بقى ببتدي اخلص كل الحاجة اللي عملتها. عايزة اقول لكم اليوم ده عملت كذا حاجة وكان اليوم حلو جدا الحمد لله رب العالمين. اللي نزلت جبت حاجات وظبطت الدنيا وعملت حاجات وشلتها، وبدأت كمان اعمل الفلفل. يعني بصوا كان يوم حلو جدا. في ما شاء الله ايام كده بتحسوا ان هي بشاير حلوة كده. الحمد لله رب العالمين. ربنا يجعل ايامكم ايامنا حلوة ان شاء الله. بصوا انا بضغط كده بالراحة على الفلفل عشان انا عايزة احطه كله في علبة واحدة، مش عايزة احط كذا علبة. لا، هي علبة واحدة وهتغنيني بقى ومش هتاخد كمان مساحة عندي في الفريزر. وهنبتدي نشوف مع بعض ايه هي المعلقة الواحدة اللي هتقدر تحافظ لنا عليه. عايزة اقول لكم الطريقة دي كانت على اللي قال لنا عليها او اللي كانت بتعملها وكنا بنشوفها ستي الله يرحمها. ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب العالمين، هي وامي وامهات المسلمين اجمعين. هما شوية الزيت دول اللي هيفرقوا معاكي جامد جدا. شوية الزيت كده على الوش بس على الفلفل كله، ومعلقة نضيفة وقت ما تحبي تاخدي منه عشان ما يحصلش لا قدر الله اي حاجة ويبوظ. وطبعا الزيت هو اللي بيحافظ عليه وهيقدر يقعد معاكي فترة طويلة جدا. بس كده، هي دي كانت الوصفة بتاعتنا. يا رب تكون عجبتكم واكون عند حسن ظنكم واكون قدرت افيدكم حتى لو بحاجة بسيطة. ما تنسوش تدعموني باللايك الحلو بتاعكم، ودعوة حلوة لكم ولنا بالمثل ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله.